انا في المقابر يا حبيبي بزور امي. انا مش شايف غيرك هناك، في حد يروح المكان ده لوحده؟ اصلها جات لي في الحلم وكانت محتاجاني قوي، فقلت اروح اشوفها. لا عم اقول لك ايه، لا ده واجب، طالما هي جات لك لازم انت تروحي لها. هو العرف ام يقول كده، انما لو حاجه تاني كنا نقول لك لا بصراحه. ويعني انت مفكر انها تدخل علي بالسهوله دي؟ ما كانش حد غيري بيخطي. طيب زرار روحي على طول يا حبيبتي، وانا هقفل معاكي دلوقتي عشان ورايا مكالمة شغل. ده طلع غبي ودخلت عليه. شيل يا معلم. لا وشوف الصدف، مكالمه الشغل بعد المكالمه بتاعتها على طول. ماشي يا حبيبي، باي. احلى حاجه فيك بتعجبني دماغك. عيب عليكي. لا دماغه شغاله صحيح، لفت من الدرجه الاولى والاصليه كمان. ايه ده، في ايه؟ ده جوزك بيرن عليا. يا نهار اسود، لا يكون شاك في حاجه. هو ايه اللي هيخليه يشك يعني؟ وبعدين مش اول مرة يرن عليا. طب رد عليه. استني بس وما تعمليش صوت. ايه يا حسين؟ بقول لك ايه يا اكرم، عايزك بقى تشوف الحتة دي وتتمنها. ايه ده؟ هو انت فين؟ هكون فين يعني يا حسين؟ في البيت. ايه ده؟ مش ده نفس المكان اللي هي لسه مكلماني منه؟ لا يا حسين انت غلطان يا حسين، دماغك ما تروحش بعيد يا اخي، دماغك ما تروحش بعيد ونقعد نورط الدنيا كده معانا. ده بيعملوا اعلان لشاشه يعني، مش بيعملوا حاجه. انت متأكد انك في البيت؟ متأكد. هو في حاجة يا ابني؟ لا لا مفيش، هبقى اكلمك بعدين. ماشي سلام. اهو شفتي، كان عاوزني في شغل زي ما قلت لك. مراتي معازة صاحب ليا بعد حكان عليا ومفهمين انها في المقابر وهي عنده في البيت، بس من عيني هروح قلبي، هتفهمكوا فيها انتوا الاتنين قريب. ده النهارده كان احلى يوم في حياتي. طب ما تقعدي معايا شوية كمان. لا انا يا دوبك اروح عشان جوزي زمانه خارب عليا الدنيا. ده انا كنت عامل حساب ان انت هتباتي معايا. تتعود يا حبيبي باذن الله، هبقى اجيلك بكره. اتفقنا. ماشي، باي. حرام عليك يا حسين يا اخي، قطعت خلف الولية يا شيخ. ارحمونا بقى، ارحمونا من فيديوهاتكم دي. شوفوا حاجة حلوة تاني، شوفوا حاجة فيها معلومة، الله يرضى عليكم.